تاني حاجة معايا مكانة المرأة في المجتمع. احنا اتكلمنا عن الأسرة ودورها، دلوقتي هنتكلم عن مكانة المرأة في المجتمع المصري. طبعا مكانة المرأة في المجتمع كانت مهمة جدا طبعا في القديم وفي الحديث. طيب دلل أو ادي دليل على ان المرأة المصرية تمتعت بمكانة عالية في المجتمع المصري قديما وحديثا. هقول اولا قديما هي كانت بتتولى مناصب عليا في الدولة، يعني في قديما كانت بتعمل ملكة وقاضية ووزيرة وكاتبة وكاهنة، تولت كل المناصب دي. وطبعا تاني حاجة كانت دائما محل احترام وتقدير من الجميع، يعني كانت محل احترام وتقدير من كل المجتمع. يحق لها البيع والشراء والميراث، كان المجتمع بيديلها حق ان هي تبيع وتشتري وان هي كمان ترث. ده في القديم. يبقى القديم تولت مناصب عليا في المجتمع زي ملكة، قاضية، وزيرة، كاتبة، كاهنة. كمان كانت محل احترام وتقدير من المجتمع وبيحق ليها البيع والشراء والميراث. حديثا بقى حصل ايه؟ حصل ان هي تولت العديد من المناصب بقى الحديثة زي ما هنتكلم، وزيرة او قاضية. كمان قدرت ان هي تشارك في مجلس النواب ومجلس الشيوخ والعديد من الاحزاب طبعا السياسية، يعني قدرت ان هي تدخل مجلس النواب ومجلس المحلي اللي هو او مجلس الشيوخ. قدر ان الدستور يمنحها عام 2014 العديد من الحقوق للمرأة، يعني الدستور ادالها حقوق كتيرة. من سنة 2014 بدأت ان هي تتمتع بحقوق كتيرة جدا في المجتمع، واكيد طبعا كلنا عارفين الكلام ده. تالت حاجة وسائل التسلية والترفيه. يعني ايه وسائل التسلية والترفيه؟ يعني هم طبعا ما كانوش حياتهم كلها شغل بس وبناء اهرامات ونحت وزخرفة والحاجات دي بس، لا بالعكس هم كانوا كمان بيهتموا بان هم يعملوا وسائل ترفيه لنفسهم ويعملوا وسائل تسلية يقدروا ان هم يتسلوا بيها في وقت فراغهم. زي ايه وسائل التسلية اللي كانوا بيهتموا بيها؟ هنقول زي ألعاب التفكير. لما يجي يقول لي دلل اهتم المصريون القدماء بالعمل على وسائل التسلية والترفيه، هقول ألعاب التفكير. طب ألعاب التفكير زي ايه؟ زي ألعاب بتشبه الشطرنج دلوقتي. طيب كمان بيعملوا ايه؟ بيعملوا غناء وبيعملوا عزف على الآلات الموسيقية، يعني قدروا ان هم يعملوا مقطوعات غنائية بتناسبهم طبعا، وبيقدروا يعزفوا على الآلات الموسيقية اللي كانت موجودة زي ما احنا شايفين هنا كده، الآلة ديت اللي كانت موجودة في وقتهم. كمان في ألعاب رياضية قدروا ان هم يستمتعوا بيها زي ألعاب السباحة والتحطيب والمصارعة. الألعاب ديت كانت بالنسبة لهم ألعاب رياضية غير ان هي كمان ترفيهية كمان. كمان الاحتفال بالكثير من المناسبات والأعياد، قدروا ان هم يحتفلوا بكتير من الأعياد والمناسبات. كان عندهم وقتها عيد اسمه عيد الملك، اللي هو طبعا وقت ما تولى الملك العرش دوت كان اسمه بيسموه عيد الملك. عيد شم النسيم اللي طبعا احنا لحد دلوقتي يعتبر بنحتفل بيه. أعياد الفيضان والحصاد، وديت طبعا الفيضان يعني اما النيل بيفيض عليهم وبيقدروا ان هم يزرعوا ويرووا الزرع كويس ده. واعياد الحصاد لما بيبقى الثمار عندهم كويس جيد جدا وبيحصدوا الثمار، دي عندهم اعياد. يبقى الاعياد بتاعتهم او المناسبات كانت عيد الملك وطبعا ده توليته العرش، وعيد شم النسيم، واعياد الفيضان والحصاد. الالعاب بتاعتهم كانت العاب التفكير، دي حاجة بتشبه الشطرنج. وفي الغناء والعزف على الآلات الموسيقية، وألعاب رياضية. لما يجي يقول ألعاب رياضية هتكلم عن سباحة، تحطيب، مصارعة. آخر حاجة بقى عندنا هنا الملابس والأدوات بتاعة الزينة عند المصريين. طبعا كان عندهم ملابس مميزة، وكان عندهم لكل حاجة ملابس معينة ولكل فئة ملابس معينة، وأدوات زينة خاصة بكل فئة منهم. لما يقول لي اختلفت الملابس عند المصريين القدماء ليه؟ هقول بسبب اختلاف طبقات المجتمع، لان كل طبقة من المجتمع ليها الزينة بتاعتها وليها الأقمشة اللي بيصنعوا منها الملابس الخاصة بيهم. يعني لما يجي اتكلم عن الملك والاغنياء هقول ان الملابس بتاعتهم كانت بتصنع من الكتان عالي الجودة او الحرير، دي كانت الملابس بتاعتهم. وكانت بتتميز بتطريزها بالذهب والفضة والأحجار الكريمة، يعني كانوا بيطرزوها بذهب أو فضة أو أحجار كريمة، يعني كانوا بيحطوا لها أغلى حاجة موجودة وقتها. طيب ملابس عامة الشعب كانت إيه؟
هقول ملابس عامة الشعب كان من الكتان، لكن مش الكتان عالي الجودة، الكتان العادي. وكمان كانت بتتميز بالبساطة. يعني لما اجي ابص هنا للصورة دي، بصوا صورة الملك والملكة هنا، بصوا الزي عامل ازاي. لو نشوف كويس الزي مزخرف وليه شكل مميز، و باين ان هو من حاجات عالية الجودة، وكمان متطرزة كويس. هنا لبس عامة الشعب زي ما احنا شايفين، لبسهم عادي جدا، مفهوش اي زخرفة شاذة زي اللي عند الملك والملكة، يعني بيتميز بالبساطة جدا. طيب، اشتهر المصريين القدماء باستخدام ادوات الزينة المختلفة. دلل على الكلام ده، هقول الدليل ان هم كانوا بيستعملوا الاساور، وكانوا بيستعملوا القلائد اللي هي السلسلة، وكانوا بيستعملوا الشعر المستعار اللي هو زي الباروكة، والعطور. يعني كان عندهم عطور، وكانت العطور بتاعتهم مميزة جدا، وكان عندهم قلائد برضو أشكالها مميزة جدا، وأحجارها فخمة جدا ومميزة، والأساور كذلك. وكانوا دايما بيحبوا يحطوا الشعر المستعار ده. طيب، اما اقول لي ازدهرت الحضارة المصرية القديمة بما تفسر، ايه تفسيرك على ان الحضارة المصرية القديمة ازدهرت، او بسبب ايه؟ هقول بسبب العمل بكل جد واجتهاد وتعاون بين افراد المجتمع. يعني كل افراد المجتمع كانوا بيتعاونوا، وكانوا مترابطين، وبيشتغلوا بجد واجتهاد. كمان كانت في تماسك في الأسرة، واهتمامها بغرس القيم الأخلاقية لدى الأبناء. يعني كانت كل أسرة كل اهتماماتها ان هي تعمل بجد وتعاون، وكانت بتغرز العديد من القيم والمبادئ في أبنائها الصغار. يبقى لما يقول لي ازدهرت الحضارة المصرية القديمة، هقول له السببين دول: العمل بكل جد واجتهاد بين طبقات المجتمع، وتماسك الأسرة المصرية واهتمامها بالقيم وغرسها لدى الأبناء. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعي النهاردة. أشوفكم على خير الدرس الجاي، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. مع السلامة.